ما يمكنش غادي تشوف هذا الفيديو وما غاديش يطبق طبق ديال مكرونه بالبيشاميل. خطيره البنات، كيجي معلك، كيجي لذيذ. انا متاكده الا شفتي الفيديو وتبعتي الطريقه غادي يعجبك وغادي ترجع التعاليق وغادي تشكرني عليه. ها واحد، السلام عليكم، اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ قبل ما تشوف الفيديو اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك ما هو جديد ديالي. بخليكم معايا باش غادي تعرفوا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه اول حاجه عملت واحد البصله محكوكه، وعملت واحد 3 ديال المطيشات حتى هما محكوكين والزيت مخلطه. وبالنسبه للبصله البنات ضروري خصها تطيح مزيان، عاد غادي تضيفوا عليه مطيشه. وهنايا عندي مكرونه البنات، مكرونه اللي رقيقه احسن كتجي. وصافي هنايا غادي نبقى مستمره في التحريك وغادي نزيد التوابل. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير، وشويه ديال القرقوم، شويه ديال والثوم بودره من السما بالعشوبه البنات اللي كتباع جاهزه. وزدت شويه د الفلفله الحمراء. وكيبقى بالنسبه للتوابل هنا كيبقى على حسب الاختيار ديالك. انا كنشارك معاكم هاد الطريقه وكنقول لكم جربوها وعلى ضمانتي كتجيب بنينه البنات. وهنايا غادي نضيف الربيع مقصص رقيق، وغنبقى نحرك الى تيتخلط كلشي مع بعضيته. وهنا عندي الماء ديال اللي غنعمل فيه المكرونه البنات، عملت فيه شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت وخليتهم حتى يغلاو، وضفت عليهم مكرونه لان دغيا كيطيبوا شي 10 دقائق كيكونوا واجدين. هنا كنوريكم الثوم اللي كنستعمل البنات، كتتباع عند موالين العطريه كتكون جاهزه، فيها منسمه بالاعشاب والثوم. وهنا غادي نزيد واحد نص ديال السوليسه البنات، مع مطيشه كتجي غزاله وكتجي بنينه. وضفت واحد كنور ديال سباكيتي ما بانليش يا البنات في التصوير، والمهم انا قلت لكم حتى هو كنزيدو، حتى هو كيزيد البنه. مني طابت لاصوص ديالنا غادي نزيدو عليه واحد البنات ديال المطيشه. ما عنديش الزيت، عندي المطيشه هو اللي زيت. وهنا الماء غلاو وغادي نضيف عليها مكرونه البنات ودغيا كطيب. ما كتديش الوقت بزاف، ولاصوص حتى هي صراحه الاكله اللي هي خفيفه وضيه كتوجد، ما كديش معاك بزاف نهائيا. وخصوصا الوليدات كيحماقوا عليها البنات، لان خفيفه. وماشي غير الوليدات، راه حتى حنايا، ولكن وليداتنا اكثر كيحماقوا نهار اللي كتبغي طيب لهم شي حاجه بالبيشاميل اولا شي حاجه بالجبن، كيعجبهم. وهنايا غادي نقرب لكم الكاميرا، شوف كيفاش كتجي البنات، كتجي بنينه. ودابا غادي نضيف لها ديك علبه ديال التون، وغصافي وغادي نحركها غير شويه وغادي نطفي عليها. وتا مكرونه قربات حتى هي. وهنا غادي نشارك معكم البيشاميل. بالنسبه للبيشاميل عندي المغروفه كبيره عامره ديال الزبده، والعافيه عندي مهيله. غنحرك حتى تذوب لي الزبده، وغادي نضيف عليه المغروفه كبيره عامره بالطحين. وغنبقى نحرك شويه بشويه كما كيبان لكم في التصويره، تيتخلط الزبده والطحين مع بعضيتهم. وغنبقى نضيف الحليب شويه بشويه. هنا من احسن خلطوه بالطراب باش ما كيبقاش مكور. وصافي غنبقى نزيد شويه بشويه وانا كنحرك، شويه بشويه وانا كنحرك الى تيتطلق الزبده والطحين ما غيبقاش مكورين. وصافي البنات هنا كما كتشوفوا. وغادي نضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، والا كانت عندكم لاباشكيلي ضيفوه، الا ما عندكمش ماشي ضروري. او الا عندكم ياغورت البنات كيجي حتى هو بها بنين. ديجا جربت ولكني ما عمرها شاركته معكم، كتجي بنينه بتا ياغورت. وغادي نزيد واحد النص ديال المغروفه الثومه البنات، اللي كنستعمل اللي شاركت معكم عملتها في لاصوص. وزدت واحد النص ديالها حتى هنايا في البيشاميل. غير واحد الراس د المغروفه كتجي بها بنينه. وغادي نبقى مستمره في التحريك حتى يبدا يعقد معنا. ومني غادي يعقد معنا البنات غادي نهز واحد الحفنه ديال الجبن وغادي نضيفو وغنحرك.
حتى بالجبن كتجي مزيونه. المهم اللي عندكم البنات اللي عندكم في الدار تقدروا تعملوه. راه انا كنعمل بزاف ديال الانواع ديال البيشاميل اللي كيكون عندي في الدار كنحاول نخدم به. وهنايا كما كتشوفوا صافي طفيت على البوطه. تطفيو على البوطه البنات غادي نهز واحد الحفنه بحال اللي قلتلكم في الاول، وصافي غادي نحرك البيشاميل كما كتشوفوا قدامكم. انا كنحاول تقريبا ما كنقطع والو. وصافي بالنسبه للمكرونه كانت عندي كتسقطر من الماء من واحد جهه، وهنايا لاصوص البنات هنا فين كاين السير وفين كاين البنه. في الطريقه ديال التخلط البنات كما كتشوفوا هنا غادي نخلط لاصوص ومكرونه. حاولوا خليوها حتى تبرد عاد خلطوها. الا كنت يدكم كتحاولوا شويه بشويه بحال اللي عامله انا، راه كلشي سخون ولكن اللي كنحرك بشويه باش ما تعجنكمش يا البنات، غير شويه بشويه كما كتشوفوا. راه ما زربيت لا فيديو لا والو، حاولت خليته غير بشويه واش غتشوفوا. وهنايا غادي نضيف البيشاميل البنات. هذا هو السر ديال التعليكه ديال البيشاميل ومكرونه ولا صوص كتجي خطيره البنات. حنا راه معروفين حتى كنخويو في اللاطا عاد كنعملوا البيشاميل اما في القاع ديال اللاطا اما كنعملوه الطاوه ايما كنعملوه من الفوق. ولكن هنا غيتخلط البنات كلشي مع بعضيتهم مع ديك الجبن. وإلا كان عندكم الجبن هيدا في الدار بكثيره تقدروا تضيفوا واحد الحفنه حتى هي هنايا وتخلطوه كتجي بنينه بنينه كما كتشوفوا البنات. وإلا كانت عندكم هنايا تلك الشير اولا مرتضي للبنات وتحكوه رقيق وتسيبوا فيه كيجي حتى هو غزال معه. والله ديجا جربته وهذا الشيء اللي كنشارك معكم راه ديجا عملته ماشي غير مره واحده. وصافي هنايا عندي هاد بلاطو صغيور كيعجبني صغيور ولكن ما كيديليش بزاف الصراحه. عندي هنايا البنات نص كيلو. وصافي كما كتشوفوا ما بغيتش نقطع الفيديو، واخا الصراحه الهضره كتسالى ما كتجبر ما تقول، ولكن ما كنبغيش نقطع الفيديو باش غادي تشوفوا كل شيء بالتفاصيل. حنا ماشي كاملين كنعرفوا نطيبوا وحتى حنايا تعلمنا والحمد لله حتى حنايا باقيين كنتعلموا من اليوتيوب وباقي كنكتشفوا بزاف ديال الحاجات. لان الطيابه البنات ما تقدروش تعلموا كل شيء تبارك الله. كاينين ما شاء الله اللي كتنوع ودائما كيجيبونا الجديد، وحنا حنا كنبقاو نتقلدوا منهم بزاف د الحاجات وكنتعلموا منهم بزاف د الحاجات. وصافي هنايا كما كتشوفوا البيشاميل اللي بقى لي تقدروا البنات تخويوه كامل في الاول ويتخلط مع مكرونه كيجي واعر. ولكن انا كيعجبني شويه من ديك الوجه ديالو ملي كيتحرق كيحمقني. خليت غير شويه وغادي نضيف عليها الجبن كما كتشوفوا. غنضيف عليها الجبن من الفوق. والعافيه بالنسبه للعافيه ديال الفران كنشعل من الفوق ومن تحت وحاولوا نزلوها في الوسط باش غطيب على خطر ديالها. وبالنسبه للعافيه غادي تعملوا غير 180 باش كطيب. لان الجبن بشامل البنات مخلط في وسط مكرونه كتجي بنينه. شوفوا البنات والله الا غير جربوها على ضمانتي. انا بعدا فوقاش ما كنبغي كنعدلها بهذه الطريقه. بالنسبه للبيشاميل خلطوه مع مكرونه. هذه هي الوجه اللي كيعجبني. هاد الوجه ما يمكنش فوق البيشاميل البنات كيحمقني بعدا. انا كناكلوه هو الاولاني عاد باش كنصفي نلقى. شكرا لكم بزاف الحبايب ديالي. شكرا كنشكركم بزاف وسمحوا لي الى شاهدتكم. شوفوا يا الكبيدات كيفاش كتجي غزاله. وهنايا الصراحه خاصها تنكل في وسط بلاطو، ولكن الوليدات صغارين ضروري ما خصك تغرفلو باش تخرج منه ديك العافيه. وشكرا لكم بزاف. تسناوني في الفيديو جديد وافكار جديده. ونتمنى اي واحد شاف الفيديو وصل حتى النهايه ديالو يبارطاجيه مع احبابه ومع العائله ديالو. وشكرا لكم بزاف. الى اللقاء.